السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات. عاملين ايه؟ بعد ما اتكلمنا عن الخشونة قلنا ايه هي اعراضها، ازاي نشخصها، نعالجها ازاي في فيديوهين مختلفين، ازاي نحافظ على اجسامنا وعلى مفاصلنا. يعني بصيغة اخرى، يعني بالتبسيط، ازاي نحافظ ان الخشونة ما تحصلش بدري شوية، لان الخشونة دي المؤثر والعامل الرئيسي فيها هو جيناتك وطبيعتك الجسديه. ممكن واحد يحصل له خشونه عند 40، وممكن واحد يحصل له خشونه عند 60، ممكن واحد يحصل له خشونه ويحوز تغيير مفصل، وممكن واحد يحصل له خشونه ويفضل عايش طول عمره كويس وبيقدر يحرك مفاصله كويس. لكن في بعض الحاجات هننوه عنها سريعا، اهمها على الاطلاق عشان تحافظ على مفاصلك وصحتك الجسديه في العموم، مش مفاصلك بس. من اهم الحاجات دي ان انت تحافظ على الوزن. الوزن من الحاجات المهمه في الخشونه. طبعا هو ما فيش حاجه لوحدها بتعمل حاجه، يعني ما فيش واحد عشان تخين بيجي له خشونه عشان هو تخين وبس، لكن نعم هي بتعمل ميكانيكال لود وبتحمل على وزنه بطريقه ميكانيكيه او على ركبه بطريقه ميكانيكيه وبتضغط الغضاريف في بعضها. لكن في بعض العوامل الاخرى قد تتوفر فتظهر الخشونه بقدر شديد، وقد لا تتوفر على حسب. يبقى موضوع الوزن من الحاجات المهمه. عشان احافظ على الوزن هعمله طبعا لازم احافظ على العادات الغذائيه بتاعتي السليمه. اكلك يبقى تقريبا في مواعيد شبه ثابته، يكون دايما متوازن من حيث المكونات الغذائيه بتاعته اللي انت بتاكلها. المهم يكون القدر متوازن. دايما حافظ على ان بطنك ما تبقاش مليانه والاكل فيها كتير، لان ده بيأثر على الفلو بتاع او على سريان الدوره الدمويه في جسمك كله. تاني حاجة من الحاجات المهمة جدا اللايف ستايل. يعني لو حضرتك مثلا او حضرتك بتشتغلي شغل كتير، او بتقعدي على مكتب كتير، او بتسافري كتير في مواصلات او في عربية او سواقة، حافظ دايما على معدل حركة مفاصلك عن طريق ان انت كل ما جات لك فرصة للمشي تمشي. انا بقولكش سيب شغلك، وعارف ان في كتير من اللود وفي كتير من الاعباء الحياتية. حاول على قد ما تقدر كل ما جات لك فرصة تمشي. ابسط الطرق الرياضية هي المشي، لكن طبعا لو في طريقة اخرى لممارسة الرياضة زي الجيم، زي العوم او السباحة، من الحاجات المهمة جدا اللي بتفيد في المفاصل في العموم، وبننصح بيها بعض الامراض الروماتيزمية، وخاصة حاجة زي الانكيلوزنج سبونديلايتس. وبرده من الحاجات اللي بتلين المفاصل حلوة قوي هي المية والعلاج المائي. ولو في مثلا طبيبك اشار عليك او حب ان هو يخليك تعمل علاج طبيعي، فدي من الحاجات اللي بتفيد شويتين خشونة المفاصل، وبتحسن من معدل حركة المفصل، وتحسن قوة العضلات المحيطة بالمفصل. لأن زي ما قلنا المفصل ده أصلا مش غضروفه بس، ده غضروف وجواه سائل وحواليه أربطة وحواليه عضلات. دمتم في صحة وسعادة جميعا.